السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم شباب وصبايا بمطبخ جار القمر. اليوم رح نحضر أنا وإنتو دبس الفليفلي بطريقة سهلة وبسيطة، وطبعا بشكل ولون وطعم رائع جدا، وكمان سهلة التحضير ومن دون ما ننشرها بالشمس. وهلأ قبل ما نبدأ حابب أذكر مشاهديني الكرام لا ينسونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلهم كل شي جديد. وطبعا مثل ما نكون شايفين أنا محضر 3 كيلو فليفلي حدي وكيلو ونص فليفلي حلوي ومغسلهم كتير مليح. وهلأ بدي نظف الفليفلي بهالطريقة هاي مثل ما نكون شايفين. وطبعا حبايبي مثل ما بتعرفوا دبس الفليفلي مونة أساسية بكل بيت، وإذا حضرناها بهالطريقة هاي مثل ما عم نحضرها بتطلع معنا أطيب من الجاهز ب1000 مرة. وطبعا حبايبي رح ننظف الفليفلي الحلوة والحادة بهالطريقة هاي. خليكم معي حبايبي. وطبعا أنا هلأ انتهيت من تنظيف الفليفلي الحادة وهلأ بدي نظف الفليفلي الحلوة. ومثل ما قلت لكم أنا محضر 3 كيليات فليفلي حدي وكيلو ونص فليفلي حلوي. طبعا نظفنا الفليفلي الحادي وهلأ عم نظف الفليفلي الحلوي. رح نظف الفليفلي الحلوي بهالطريقة هاي. خليكم معي حبايبي. وهلأ حبايبي بعد ما انتهينا من تنظيف الفليفلي طبعا رح افرمها على الناعم. رح افرمها على الناعم مثل ما نكون شايفين. رح افرم الفليفلي الحلوة والفليفلي الحادة سوا. وطبعا حبايبي مثل ما نكون شايفين أنا انتهيت من فرم الفليفلي. فرمت الفليفلي الحلوة والحادة سوا. وهلأ رح حطها بوعاء غميق وحطها على النار واغليها. وطبعا حبايبي مثل ما نكون شايفين هلأ دبس الفليفلي على النار وعم يغلي. هلأ رح ضفلها ملعقتين ملح صخري وحركها واتركها تغلي 3 ساعة.
وبعد ما تركت دبس الفليفلي يغلي 3 ساعة، هلأ صار دبس الفليفلي جاهز عنا. ومباشرة أنا بشيله وبعبيه بأطرميزات ضغط. رح أعبي دبس الفليفلي بأطرميزات ضغط مثل ما نكون شايفين، ورح ضيف على وش الأطرميز زيت، وطبعا بسكر الأطرميز مباشرة. وبهي الحالة مون الدبس الفليفلي بتكون صارت جاهزة عنا بإذن الله. وطبعا بهالطريقة هي بتضل محافظة على شكلها ولونها وطعمتها كمان. وهلأ حبايبي دبس الفليفلي صار جاهز عنا، وبتمنى منكن تجربوه، وبتمنى انه يكون الفيديو نال اعجابكن. وبرجع بذكر مشاهديني الكرام لا ينسونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلهن كل شي جديد. دمتم في امان الله.